السلام عليكم. حلقة جديدة مع الدرع يا مساء الصفقات، وإن شاء الله تليها الانتصارات. بعد فترة مريرة جدا عاشها النادي الأهلي، أخيرا تحرك الكابتن محمود الخطيب، وعندما يتحرك الخطيب تأتي الصفقات للنادي الأهلي. فهل من مزيد؟ أخيرا مصطفى العش وجراد يشار في النادي الاهلي رسميا، في انتظار الصفقه الثالثه باذن الله اللي هنتكلم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده يا رب تنول اعجاب حضراتكم وتكون مفرحه ومبهجه لاعظم جمهور في الدنيا كلها، مشجعا اعظم نادي في الكون. اللهم عليك باليهود ومن واليهم، وانصر اهلنا في فلسطين، واعز الاسلام والمسلمين، واحفظ مصر والامه العربيه والاسلاميه اجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا الخطيب اتحرك، خلص جراد يشار اللاعب السلوفيني النهارده يكون موجود في مصر باذن الله، يتم الاعلان، وقناه الاهلي اعلنت رسميا والصفقه خلصت تماما. ده بالنسبه للشق الهجومي. الشق الدفاعي النهارده بعد بيان زد القوي اللي كان فيه رساله تحذيريه كبيره للنادي الاهلي، وهو قال لك ان مصطفى العش مش للبيع، وكذلك تم الامر. مصطفى العش بعد مكالمه واجتماع الخطيب مع نجيب بيه سويرس انتهت بوجود مصطفى العش لاعبا في النادي الاهلي 6 شهور اعاره. طب ليه مش بنيه البيع؟ طب ليه مش بيع؟ لانك اتاخرت يا باشا، لانك تقاعست عن التعاقد مع لعيب خلصان وموقع لك من بدري، لانك استفزيت اداره زد وحسستهم ان هم تحت الرحمه وتحت الامر، فكان الامور 6 شهور اعاره. وان شاء الله بعد كده ممكن الدنيا تلين وتظبط ويؤدي اللعيب اداء جيد وكويس، ينال استحسان جمهور النادي الاهلي وثقتهم. وبعد كده لكل مقام مقال. الف مبروك لمصطفى العش، الف مبروك جمهور النادي الاهلي. بدايه الغيث قطره، صفقتين، واحده في الهجوم جراد يشار ومصطفى العش. النادي الاهلي بصدد صفقتين او 3 تاني. هتقول لي هم؟ اقول لك ايفرتون اللي خلص بنسبه 95% في ميتنج زوم النهارده، علشان الاتفاق ازاي الاهلي هيدفع الفلوس. اللعيب خلص كل شروطه الماليه، كل البنود بتاعته، حتى النادي واقفين على ان النادي الاهلي هيكيش او يبقى الصفقه على استن. يبقى انت النهارده عندك جراد يشار في الجانب الهجومي راس حربه صريح، ومعاه ايفرتون الجناح اللي احنا محتاجين جدا جدا اجنحه في يعني الميركاتو ده. واللي هيقول لك في صفقه ثالثه ما بينه وما بين، ليه ما بينه وما بين؟ علشان علي معلول لحد دلوقتي حضرتك ما اديتوش اشاره للتحرك. معنى اشارته للتحرك معنى انك انت تقدر تجيب مكان ثالث، جناح ثالث. والاهلي ظهر النهارده كلام على مهاجم كرواتي، ولكن بقول لكم الكلام ده مش موجود علشان قيمه اللاعب التسويقيه عاليه، وانت جايب جراد يشار لاعب مهاجم وعندك وسام، فمش هينفع يبقى 3 هيخبطوا في بعض ويعملوا لك مشاكل. انما تقدر تعمل ايه؟ تقدر تجيب البنوبي اللي بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون في النادي الاهلي، مع ربيعه بتاع سموحه المساك. لازم 2 مساكين علشان اللي بيعملوا رامي ربيعه وياسر ابراهيم لا يليق بخط دفاع النادي الاهلي، مع الاصابات المتكرره ل الراجل المغربي اللي احنا خلاص نسينا اسمه من قله مشاركته. ف موجود العش ويبقى موجود ربيعه من سموحه، ادي 2 مساكين. الا بقى اذا لو انت ضحيت بيحيى عطيه الله ورفعت اسمه وايدت بداله علي معلول، تقدر تجيب لنا جناح تاني علشان يكتمل الخط الامامي للنادي الاهلي. قلنا نحط حضرتك قدام الاخبار اول باول. يبقى صفقتين انتهوا رسميا. نتمنى جراد يشار والعش يلحقوا ماتش بيراميدز اللي هيبقى يوم الاحد الجاي، وان شاء الله ربنا يعديه على خير في ظل التخلف العقلي لمارسيل كولر وغياب الروح عن لعيبه النادي الاهلي، مع كم الاصابات الهائل واللعيبه اللي تم تفريغها من الفرقه. ان شاء الله مستنيين الاعلانات الرسميه للنادي الاهلي، ولكن خلصت مصطفى العش رسميا 6 شهور اعاره في النادي الاهلي مع جراد يشار زي ما قلنا، ومستنيين ان شاء الله ايفرتون
علشان تكمل الثلاثية او الرباعية والخماسية اللي احنا مستنيينها في صفقات النادي الاهلي. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.